مواعيد الوجبات يا ترى بتفرق ولا ما بتفرقش؟ احنا طبعا المدرسه القديمه كنا متعودين ان احنا نخلص التمرين تروح البيت، او تاخد معاك حتى البروتين اللي هو الشيك، مشروب يعني، عشان تشربه بعد التمرين على طول، عشان ما تضيعش كل اللي انت عملته في الجيم. وللاسف قعدنا سنين بنفتكر هو ده الحل. ومواعيد الوجبات لازم تمشي بشنطه، ولازم تفطر مش عارف الساعه كام، وتاكل الساعه كام، وما تاكلش بعد الساعه 8 بالليل، وما تاكلش وبتنام، ما تاكلش كربوهيدرات بالليل، ما تاكلش كربوهيدرات بعد الظهر بعد الساعه 8. للاسف 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 كل ده طلع غلط. الاكل والبروتين ما هو الا وقود، بيساعد الجسم في الطاقه، وبيساعد الجسم ان هو يعمل عمليه الاستشفاء. فان انت مواعيد الاكل مالهاش دعوه خالص خالص بالهدف بتاعك، عشان بس نكونوا ايه صريحين. ان لو هتفكر فيها بس عقلانيا من غير اي ابحاث، ان هو بالابحاث طبعا في ابحاث كتيره جدا طلعت وقالت ان مفيش حاجه اسمها اصلا مواعيد الاكل مهمه، اهم حاجه نوعيه الاكل والاجمالي بتاع السعرات الحراريه، بس غير كده يبقى كله حمص. بس انت فكر فيها، لو واحد بيشتغل بالليل هياكل امتى؟ او واحد مثلا شغال الصبح عادي ونام مثلا من الساعه 3 العصر لغايه الساعه 5 المغرب، وبعد كده صحى، هياكل ولا ما ياكلش؟ ما ينفعش ياكل بقى غير بعد الساعه 8، والكربوهيدرات ما ينفعش ياكلها بالليل، فالكلام ده حمص. بس الافضل ان انت ترتب يومك انت على حسب يومك عامل ازاي، وتوزع الوجبات عليه. اولا عشان طاقتك طول اليوم يبقى فيه طاقه كويسه، وعشان مساله الهضم يبقى الموضوع بالنسبه لك كويس جدا. هي دي الفكره كلها. هي دي الفكره كلها في الموضوع. مش مساله الهدف، لا، مساله الطاقه بتاعتك طول اليوم، ومساله الهضم، بحيث انت ما تاكلش الوجبات كلها مره واحده يحصل لك عسر هضمي، لا، تاكل كل ساعتين، بحيث برضه ايه جسمك تهضم شويه، معدتك مش مليانه، والموضوع ده كله. فهي الفكره كلها تنظيم الوجبات، ملهاش دعوه خالص خالص بهدفك. عشان توصل لهدفك اهم حاجه نوعيه الاكل واجمالي السعرات الحراريه. بس مثلا في حاجه من الناس مثلا، او حاجه من الحاجات مثلا، الكربوهيدرات بتديك طاقه، فيبقى طبيعي ان انت تاكلها قبل التمرين. او مثلا الكربوهيدرات بتعبي المخزون بتاع الجلايكوجين اللي انت طلعت الطاقه بتاعتك في التمرين، فبرضه يبقى فكره كويسه ان انت تاكلها بعد التمرين، ما تاكلهاش في الوقت انت مش محتاج فيه طاقه. فبرضه خليك ذكي في الحته ديت. بس لو اكلتها الصبح بالليل بعد الظهر كله زي واحد، اهم حاجه اجمالي السعرات الحراريه ونوع الاكل. يلا سلام.